جيب جراند شيروكي ال، بس دي النسخه السوميت ريزيرف باعلى مواصفات امريكي. اكتر من 30 سنه فاتوا على اول انتاج لجراند شيروكي، ودي نسخه ممنوعات بتنزل مصر عند القبطان وبس، والسعر مفاجاه. جراند شيروكي الجيل الخامس بتيجي بموتور 6 سلندر 3600 سي سي، بيطلع 293 حصان ويطلع 350 نيوتن متر، واصلين على نقل حركه اوتوماتيك زد اف 8 نقلات مع السبع قطع بتوع السبع كرات. وهنا مكان الكاميرا بتاعت النايت فيجن او الرؤيه الليليه. العربيه هنا فيها رؤيه ليليه نايت فيجن، بتبين لك الاجسام اللي حوالين العربيه لو انت مش شايف كويس وانت سايق. وكراسي الصف الثالث هنا مش للاطفال بس، الكبار كمان ممكن يقعدوا فيها، لان دي النسخه اللونج، بيكون معاك مساحه ولسه كمان معاك مساحه تخزين خلفيه. اضاءه نهاريه لونها ابيض مع فوانيس LED، ونظام تعليق اير سسبنشن متغير مع العربيه عشان تعليقها على الاخر او توطيها على الاخر، وعتب جانبي مضيء بيفتح مع الابواب بتاعه العربيه. جنوط رياضيه مقاس 21 انش بمقاس كاوتش 275 على 45. ومن هنا ممكن تشغل الفاميلي كام وتشوف كل افراد العيله وهم قاعدين على الكراسي، كل كرسي منفصل زي ما تحب. المرايه الوسطيه بتتحول لكاميرا عشان تشوف ورا براحتك. ممكن من هنا على السيرد رو هيدسيت فولد تقفلها عشان تشوف براحتك. ومن هنا الزرار بتاع مساعد الركنات بيظهر لك العربيات الجيب القديمه بالطول او بالعرض وانت بتركن. فوانيس خلفيه باضاءه ليد ماشيه مع الخط الجانبي بتاع العربيه. وتحت العربيه بيكون مكان الجانت المؤقت او الاستبن. وزن العربيه هنا 2 طن و600 كيلو، والتانك بتاعها 87 لتر، ومعدل الاستهلاك هنا 10 لتر لكل 100 كيلو متر، يعني هتمشي في التفويله الواحده ازيد من 800 كيلو متر. شنطه العربيه 487 لتر وانت فاتح الكراسي الخلفيه، والكراسي بتاعت الصف الثالث ممكن تتنيها كهرباء من هنا، وكمان ممكن تقفلها تاني بنفس الزرار كهرباء. وهنا مكان السب ووفر الماكنتوش، وهنا مكان اماكن تخزين اضافيه، والزرار اللي بيقفل الشنطه بيكون جوه هنا علشان ما يعذبكش لو انت مش طايله فوق هنا. العربيه طولها 5 متر و2 من 10 مع قاعده عجلات 3 متر و1 من 10. نظام التعليق بتاع العربيه هنا منفصل على كل عجله مالتي لينك علشان يدي راحه اكبر للي قاعد جوه العربيه. والعزل بتاع العربيه هنا ممتاز، انت معزول عن الشارع 100%، ومفيش اي اصوات خارجيه داخلالك خالص جوه العربيه. العربيه موجوده ب3 الوان كلهم احلى من بعض عند القبطان فرع التجمع الاول. ودي مكان التويترز البريميوم بتاعت الساوند سيستم الماكنتوش، 19 سماعه وسب ووفر. ومن الشاشه هنا في زرار اسمه ماكنتوش بيجيب لك القرايات بتاعت الساوند اللي انت مشغله. مهندسين الصوت هيتبسطوا من الطريقه دي. هنا مكان الشاشه بتاعت الراكب الامامي بتكون بيلت ان، ممكن تفتح منها ميديا او توصل عليها اي فيديوز عن طريق ال HDMI، وتتحكم في اعدادات بسيطه. والاكسدام فيه فتحتين للعادم بحجم كبير، وفي النص فيه خط كروم بين العواكس. خامات الابواب هنا جلد وخشب فيه انحناءات مع التصميم، وفي تطريز هنا فخم جدا. وهنا مكان الميموري سيت، ودي مكان التويترز البريميوم بتاعت الساوند سيستم الماكنتوش. وتحت الباب كله بيكون جلد، وحتى في خياطه عند اماكن التخزين. وازاز الابواب كله بيكون دبل عشان عزل الصوت. تسارع العربيه هنا من 0 ل 100 رسمي في 8 ثواني، بس خلونا نعمل تجربه تسارع ونشوف العربيه دي هتوصل ل 100 في قد ايه. الدخول للصف الثاني هنا سهل جدا، مساحات الرجل ورا الكراسي كبيره، وكمان السقف عالي. والصف الثاني هنا البانوراما بتكون واصله لفوق راسك وانت قاعد. والكونسول الوسطي هنا في مكان 2 كاب هولدر ومساحه تخزين اضافيه، ومسند وسطي زي اللي قدام بالظبط في مساحه تخزين صغيره او ممكن تاخد مساحه تخزين كبيره. والظهر بتاع الصف الثاني هنا بيتحرك ورا وقدام مع ستاير جانبيه لكل باب منفصل. وحزام الامان بنفس لون الكراسي، وبيكون في فتحات تكييف للصف الثاني منفصله. طابلوه العربيه من فوق جلد فيه خياطه، ومن النص بيكون فيه خشب فيه انحناءات مع التصميم بتاع الطابلوه. وبقيه الطابلوه من تحت عليه جلد بكميات كبيره جدا في كل مكان. وهنا 7 ازرار زي ال7 قطع اللي قدام بتوع الشبكه بتوع ال7 كرات. والتكييف هنا 4 زونز، 2 قدام و2 ورا، وكمان هنا في اماكن التبريد والتسخين بتاعه الكراسي. التكييف الخلفي هنا دول زوم منفصل منطقه على اليمين وعلى الشمال، وهنا اماكن التبريد والتسخين بتاعه الكراسي الخلفيه. وتحتيهم مخرج كهرباء 230 فولت واماكن USB وتايب سي. ومن الشاشه بتشغل الكاميرات ال 360 درجه بنقاء محترم جدا. عربيه مريحه جدا وفخمه جدا. وهنا مكان النقل الحركه الزد اف ال8 سرعات. وعلى يمينه هنا بيكون التحكم في الاير سسبنشن بتاع العربيه، ممكن تعلي العربيه على اعلى درجه عشان لو انت ماشي في صخور او اوف رود، ممكن تنزلها على اقل درجه علشان لو انت ماشي على الوضعيه الرياضيه. على شماله زرار بتاع الدرايف مودز بتتحكم في وضعيات القياده، روك وساند وسنو واوتو او سبورت. وهنا مكان الفور ويل درايف لو علشان وانت اوف رود بيخلي حركه العجلات ابطا والعزم اقوى علشان يساعدك تخرج لو غرست. دريكسيون العربيه جلد بخامه محمله جدا، وفي خشب نازل لحد تحت مع بيانو بلاك وكروم. بيتحرك في 4 اتجاهات، جوه وبره وفوق وتحت. الدريكسيون على اليمين فيه التحكم في مثبت السرعه التفاعلي واللين اسيست، وعلى الشمال بيكون فيه التحكم في شاشه العدادات والميديا ومكالمات التليفون.
في مكان كاب هولدر في نصه بتحط مفتاح العربيه بالطول، وهنا مكان مخارج يو اس بي وتايب سي واي او اكس ومخرج اتش دي ام اي ومخرج 12 فولت، وتحت هنا بيكون مكان شاحن وايرلس، وفوق هنا في مكان الجراب بتاع النضاره والتحكم في البانوراما، وهنا بيكون مكان الزرار بتاع فتح وقفل الشنطه، والسقف بتاع العربيه من فوق بيكون لونه غامق والكانتارا. كراسي كهرباء فيها تبريد وتسخين ومساج وجلد بجوده عاليه جدا، في تطريز وخياطه يدوي معموله بفخامه. دي سوميت ريزيرف اعلى نسخه موجوده عند القبطان موديل 23 فرع التجمع ب3 الوان. انا ماجد جاد وبحاول افرجك على العربيات بطريقه سهله. لو حابب تشوفني مره ثانيه يا ريت تعمل لي فولو، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.